بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وفيديو جديد على قناتكم سهل وبسيط. والنهاردة هنعمل فطار سخن وجميل. هنعمل حواوشي في الطاسة. أي قطعة لحمة مفرومة كده موجودة متبقية عندك، بصلاية وقرن فلفل، تمام. وعندنا للعجينة بتاعتنا كوباية بس دقيق ومعلقة صغيرة خميرة، ومش هنسيب العجين لما يخمر، هنشتغل فيه على طول بعد ما يرتاح شوية. وعندنا معلقة سكر وتلات ارباع كوباية مية دافية، وتضيفي دايما المية بالتدريج. وعندنا معلقتين زيت زيتون، وهنبدأ نعجن في العجينة زي ما اتفقنا لحد ما نلاقيها كده بتطلع هي من ايدينا، وبتطلع ايدينا منها كده ايه، نضيفة. عجين العجينة عجنة كويسة جدا. زي العجين كده، تفضلي تلف ايدك فيها لحد ما تحسي انها ايه، بتطلع كده من ايه، من بين صوابعك. تحطي عليها نقطة زيت وتركنيها، وتجيبي بقى الحشوة بتاعتنا: لحمة مفرومة، قرن فلفل، وبصلاية، وفص توم. وبتبدأي تقطعي الحاجات دي بقى قطع صغيرة جدا جدا، ولو عملتيهم في الكبة لو مش يبقى أفضل. هنعمهم على قد ما نقدر. كانت ريحة العيش اللي فيه اللحمة المفرومة ده، كانت ريحته روعة روعة روعة. ولو اديت الحاجات دي انت تشويحة صغيرة كده في ربع معلقة زيت او قطعة زبدة صغيرة قبل ما تضيفيها اللحمة المفرومة، هتبقى اجمل واجمل. لكن كل ما تنعميها هتبقى جميلة برضه. الجو بدأ يختلف وبدأ يبقى فيه سنة برودة جميلة كده، فالفطار السخن ده بيبقى من الحاجات الجميلة. وخصوصا يوم الجمعة بقى وانت قاعدة فاضية كده. وما تنسيش ان يوم الجمعة ده يوم عيد، تتعاملي معاه كده على انه فعلا يوم عيد. تكوني مرتبة دنيتك كده من يوم الخميس، وعارفة انت هتعملي ايه يوم الجمعة، ومرتبة بيتك برضو من الخميس بالليل، وتقومي كده رايقة على مطبخك الصبح، بحيث وهم راجعين من الصلاة كده أو قبل ما ينزلوا حسب ما انتم متعودين تفطروا، يبقى فيه فطار ليه ريحة مميزة كده وليه طعم مميز يوم الجمعة. جمعة سعيدة علينا جميعا بإذن الله، وربنا يمتعنا جميعا بالصحة والعافية. وما ننساش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. وما ننساش برضو إن في ساعة إجابة، ربنا يرزقنا جميعا الخير. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الخلطة بقى اللي انت فرمتيها كويس قوي ديت بالتوابل، بنبدأ نحطها على اللحمة المفرومة ونركنها على جنب. بيكون في الوقت ده طبعا العجينة بتاعنا ارتاحت، ما بنستناهاش لما تخمر. ونبدأ بقى نعملها القطع اللي احنا عايزينها والشكل اللي احنا حابينه. انا فردتها كده رغيف مفرود، وبعدين تنيتها كده، ادتني في الاخر كأنها نص رغيف. بتفرديها بحيث سمكها يبقى خفيف جدا. بنعملها خفيفة زي العيش السوري كده، وبنبدأ بقى نفرد عليها الحشوة بتاعتنا من ناحية، ونطبقها من الناحية التانية. عشان تعرفي تطبقيها كويس، بنبدأ ناخد نقطة مية كده على الأطراف. توزعي الأول الحشوة بتاعتك كويس جدا كده عليها عشان يبقى كلها متساوية. وتسيب الطرف ده كده عشان هنبله مية، عشان نقدر نقفل عليه الطرف التاني عشان ما تتفتحش مننا وهي بتستوي. وممكن تفرديها على الرغيف كله، وتروحي فردة عليها قطعة العجينة التانية برضو بالطريقة اللي تريحك وبالشكل اللي انت حباه. عشان تقفل معاكي كويس لازم تحطي سنة المية دي بين طبقتين العيش بتاعك.
وما تنسيش كده زي ما انا نسيت، لازم تبليها الاول قبل ما تحطي عليها الطبقة التانية، وبتبدأي تضغطي عليها ضغطات بسيطة كده، خلاص بتمسك. بتدوسي عليها بقى كده، تأكدي عليها وتفتحيها كده بالشوكة فتحات بسيطة جدا، تسحبيها بقى على طبق مرشوش عليه سن الدقيق كده عشان ما تلزقش في الرخامة. وبنعمل واحدة كمان، وبتعملي طبعا العدد اللي انت عايزاه بألف هنا وشفا. بتكون الطاسة بقى هنا سخنة على النار، الطاسة سخنة جدا والنار هادية شوية، نار متوسطة لكن الطاسة بتكون سخنة. لو حابة تحطي قطعة زبدة في الطاسة ممكن، مفيش مشكلة. لو مش حابة وحابة تسويه كده وتدهني بقى الزبدة بعد ما تخلصي، بيدي ريحة جميلة وطراوة للعيش رائعة رائعة. بتغطي على العيش بتاعك وبتفضلي تقلبيه لحد ما تحسي وانت بتضغطي كده ان خلاص مفيش صوت الطشطشة ده، يعني خلاص كده اللحمة فعلا استوت جوه العيش. عشان كده بنغطي عليه. تحطي بقى قطعة زبدة وتبدأي توزعيها كده عليه وهو سخن، تدي ريحة جميلة قوي قوي، بتدي طراوة كده للحواوشي الجميل ده. رائع وجميل جدا، فطار سخن ومش مكلف، وباللي موجود باقي عندك بألف هنا وشفا. تقدمي معاه بقى ليمون مخلل، بتقدمي معاه بصل، بتقدمي معاه فلفل. البصل لو خلاص خلصوا صلاة ورجعوا مفيش بصل، لو ده فطار قبل صلاة الجمعة مفيش داعي لتقديم البصل معاه. لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا شكرا للمشاهدة، وألف هنا وشفا للي هيجرب. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتنوروني بالاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.